للسيرك متعة غير محدودة، فهو عالم من الغرابة والقوة، فيه يجتمع كل جديد وغريب ومثير، عروض، مهرجين، أكروبات، ألعاب خطرة، حيوانات مفترسة تروض بشكل مذهل. يعني السيرك هو عالم ممتع فعلا، وبسبب هذه المتعة نرى الناس تواظب على مشاهدته سواء بالحضور أو عبر شاشات التلفزة. وفي الدوحة بارك حط السيرك المصري الأوروبي رحالة ليقدم لجمهور الدوحة عروضا مميزة فيها الممتع الأسود والنمور التي نالت نصيب الأسد من المتابعة، وخاصة أن من يدربها امرأة عربية مصرية. هي اليوم موجودة معنا السيدة فاتن الحلو، الشخصية المعروفة. صباح الخير عليك. أهلا بيك وأهلا بالدوحة كلها. أهلا وسهلا فيكم. عن هذا الموضوع وعن السيرك المصري الأوروبي اللي موجود على أسئلة كثيرة لك. يعني أليس غريبا علينا في العالم العربي كعرب نحن أن تكون امرأة هي مدربة لأخطر وأقوى أنواع الحيوانات، النمور والأسود؟ يعني ماذا يعني أن تكوني أنت الوحيدة في هذا المجال؟ كنت بعمل فقرات تانية وأنا صغيرة ومن عمري أنت بدأت 9 سنوات. ورحتي ألمانيا بقى مذاكرة. فعملت كل حاجة في السيرك. نعم. لغاية طبعا الفضل طبعا يرجع لجوزي إبراهيم الحلو الله يرحمه. الله يرحمه. واتعلمت منه ترويض الوحوش المفترسة. نعم. يعني كان في فقرات تانية، لكن ترويض الوحوش المفترسة جزء آخر لها طابع صحيح. خاص. أنا حابة، يعني أنا تدريب تعابين، أنا اللي بدرب الأجانب بيشتغلوا كذا، حوالي 400 بنت روسية في ستاف أنا دربتهم على فقرة الثعابين العاصرة. بعد كده انا دخلت بقى مع الوحوش مع الاسود. طبعا احنا عندنا بعض مجموعه الصور. طبعا بدي باكله اللقمه. شوفي مدى الحب بيني وبين الحيوانات المفترسه. يعني في تواصل بينك وبينهم. هذه طبعا احد النمور. في حب وفي ألفة. وتعرفين ست فاتن النمر متى يحزن خلاص عارفه طبعه، كيف وامتى عايز يغدر وامتى بيحب وامتى يغير عليا. يعني وامتى اللب واتغار عليه وامتى اللب واتغار بتغير. لما انا مثلا عندي سعد وعلاء اللي هم موجودين كبار دول مع بصي تلاقي سعد مثلا علاء في ألفة بيني وبينه. سعد زغدانه بقى بتغير اللب، لان اذا انصاع الاوامرك الاسد خلاص لازم تغار اللب هنا. فاتن يعني حسب ما عرفنا واكيد طلعنا عليه في سيفيك، انت عائله يعني من عائله احترفت العمل في السيرك، وايضا انت من عائله فنيه سواء من ممثلين او مطربين. يعني حسب ما عرفنا ان صابرين بنت خالتك الفنانه طبعا صابرين ومحمد الحلو الفنان الكبير هو ابن عمك. ابن عمي ومدرب عليه دفعك ان انت تمتهنين هذه المهنة أو تدربي الأسود أو النمور. بصي عايزة أقول لك حاجة، هي طبعا جراءة. نعم. إني جيتي دخلتي على أسد لوحدك مش هتقدري. يعني المهنة خطرة جدا ولكن أنا بشتغل فيها بحب يعني جدا. ويمكن عايزة أقول لك إحنا فرعنا الرئيسي في نادي الشمس الرياضي اللي في مصر الجديدة. نعم. ده السيرك آخر، عندنا 3 سيركات. هل هو يعتبر أقدم سيرك عربي؟ طبعا. طيب. بعدين أنا أتوقع يمكن الشخص أو المدرب كل ما كان عنده حب داخله لهذا الحيوان، مثل ما احنا نتابع من خلال هذه الصور الحيوان يعني هذا الكائن يعني ممكن يحس. هنا أنا قلت له انزل نام، سمع الكلام راح نايم. يعني بصي الزغدانه وهي بتنط جوه النار. وانت عارفه ان الحيوانات المفترسه بتخاف من النار. صحيح. ودي طبعا الصعب فيها ان انا ادرب ازاي الحيوان ينط من هنا يدخل جوه داخل حلبة النار. نعم. وده صعب جدا. خطورة طبعا. يعني هذه مو اي شخص طبعًا ممكن انه يتقن هذا الموضوع. اوروبي وسيرك مصري. نعم. فاحنا وهنا برضه في عندنا اقوى رجل في العالم. احنا نشوف يعني تابع هذه المشاهد والمقاطع بشكل عام عن السيرك المصري الاوروبي على مستوى وشامل يعني شامل 23 فقرة يعني ليست بالقليلة بالتأكيد. طبعا. ست فاتن يعني
موضوع ما بديتي في هذا المشوار، سمعنا انه يعني تعرضتي لمواقف كثيره جدا مع الحيوانات الاسود. افترسك مره اسد في احد لو كان افترسني كان ما بقتش موجود. لا هاجمك طبعا. فشو لكن يعني هو مره انا باكله اللحمه ببقي، حاول انه يفترسك. لا مجدي عايز يمسكها. اوكي. فهو عايز يمسكها بايده، فبدل ما ايده تمسك اللحمه طبعا بس مش قاصدها. لا مش قاصدها هو. فوقعت اغمى عليا، وهي دي كانت القصه. مشكله، لان النهارده داخل حلبة السيرك هتبقى فيها مشكله، ان كل الاسود ممكن ينزلوا يساعدوا. عادل الحلو ده اخويا بيشيل هذه لها دقه وعنايه يعني فائقه.